لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في درس جديد. درس غنوريكم الطريقه كيفاش تنبتوا هاد الوريضات في الطوق، في نص الطوق. هنا كما شفتوا راه هادو قديتهم، يعني لصقتهم بالكولا ودرت لهم ونبتهم بالخيط، حيت ضروري ديروا ليهم الخيط، حيت داك اللصقه باش كنلصقوها تقدر نحيدو، يعني تحيد غير بالمصلوح ولا تصبين ولا يعني دغيا كتحيد. هذه الرشمه كتبقى، يعني كل واحد والاختيار ديالو، يعني كيفاش بغى ان تكون الرشمه. انا ما درتش رشمه كبيره بزاف حيتاش عندي الطوق ما يعني ماشي عريض بزاف في العرض، ما عنديش فيه العرض بزاف، داكشي علاش درت هذه خفيفه. المهم هنا راه كما شفتوا درت وحده هنا وحده هنا، يعني 3، وهذه يعني الثالثه، وغندير الرابعه هنايا. الرشمه كتبقى الاختيار ديالكم، كاين اللي كيدير به يعني كيدير ليه داك نبات في الجنب، يعني العقيق المهرس، وكاين اللي كيدير بحال هاد الشكل نيت وكديري ليه الدوره كامله في الطوق. انا ما نقدرش ندير هذيك حيت عندي كما قال لكم عندي فيه الطوق يعني ما عريضش بزاف. انا الرشمه كتبقى الاختيار ديالكم، انكم مثلا شفتوا شي رشمه في شي تصويره ولا شي حاجه يعني عجبتكم بغيتو ديروا بحالها ولا ديروها، يعني من الاختيار ديالكم، يعني ديروها نتوما غير من راسكم. انا هذه قديتها غير عند مول العقيق صافي. هذه المهم كما شفتوا هنايا كنديروا بحال هذه. دابا الرشمه كنقادوها قبل، علاش كنديروها بالكولا؟ لان ملي كندير ليها كنديروا لها لصقه، يعني راه كتكون يعني كتثبت ليك. كاين اللي كنخدم بها، كنت كنخدم بها بزاف بالجيلاتين، حتى الجيلاتين كيساعد ان الرشمه تكون هي هذيك، ولكن حتى هذه حتى هي مزيانه. غير هذه مثلا الا درتيها ومثلا يعني ما عجبكش مازال بغيتي يعني تبدلي ليها البلاصه ولا غير تزيدي شويه ولا تنقصي، ما تقدريش، حيت داك الكولا كتكون لاصقه في الثوب كما شفتوا هذه. حيت انا كنت درت هذه البارح وحيدتها. المهم هنا كما شفتوا راه كنستعمل هذه سميتو اللي كندير. المهم هنا راه قلت لكم انا عندي درت حسابي ان خصني نديرها هنايا بحال هكا كجهه، يعني خصني نديرها بحال هكا. ملي ندير ليها سميتو باش نلصقها، يعني ما نحركهاش مازال، يعني كما قلت لكم الرشمه راه كتبقى كل واحد والاختيار ديالو كيفاش بغاها. انا راه كنديرها بحال هكا، يعني صافي راه حطيتها صافي، يعني ما نقدرش مازال نهزها صافي. بس كتضغطي عليها مزيان. وضروري البنات الخيط ضروري منه تبتوها بالخيط، لان تقدر تحيد لكم غير جبتها لكم شي حاجه تقدر تحيد، ما كتكونش ملصقه بزاف. كانوا بحال هكا. وهادو البنات راه كتكون فيهم شي عوينات، شفتوا كتكون هنا وحده هنا وحده هنا، وللاسف هذه تلقيت معاهم كاملين ما رديتش ليهم البال، ما لقيتش فيهم واحد العين اخر هنايا، كاملين تقريبا بحال هكا. حيت ملي كتبغي ديري ليه الخيط يعني ما كتلقايش البلاصه اللي غتخرجي فيها البره. كما قلت لكم ما تلصقوش سميتو حتى تعرفوا داك البلاصه اللي درتو فيها دقيقه هو هذاك، حيت الا مشيتو كتلصقوا وكتحيدوا راه بغات تخسر لكم هاد اللصقه اللي كندير. غير انا ملي عاودت راه ماشي مشكل، حيت درتهم في نفس البلاصه، انا ماشي خسرت لي ولا شي حاجه، غير ما كنتش معوله انني نصور بها فيديو.
ندير بحال هكا. الموديل راه كيبقى الاختيار كل واحد شنو بغا. كاين عزيز عليه انه تكون شي حاجه عامره، كاين عزيز عليه انها تكون شي حاجه خفيفه. داك النوع اللي كان عاوتاني اللي كنبتو مثلا كنخدمو به بحال العقيق المهرس ولا عاوتاني راه هذاك يعني شي حاجه اخرى، حيت كنرسمو على التوب هو الاول، كنرسمو الوريضات عاد كنخدم. انا هاد النوع ديال الجوهره راه صعيب شويه انا كتخدمي عليه داكشي ديال النبات، ولا خصك تخدمي عليه شي حاجه اللي ما شتو. المهم ملي نديرو لها السمشو باش نلصقوها صافي ما نحيدوهاش مزال، يعني دابا غادي نثبتها بالخيط. هادو صافي راه ثبتهم، واخا تحركي فيهم حتى تعيا ما غاديش يتحيدوا. هادو لا، هادو يقدر يتحيدوا. المهم راه خصكم ديروا ليهم من الخيط يكون نفس اللون ديال الثوب باش ما يبانش لكم في الثوب. ما خليكم هنا راه كتكون فيه واحد العين، كنخرجوا الخيط نيشان في داك العين، يعني الخيط في حدا العين اللي كاينه تمايا، كنخرجوا في هذه الجهه الثانيه، كنعاود نرجع للبرا، كنخرجوا تاني في حدا هاد العين اللي عندي هنايا. صافي راح علاش الدور ديال هاد سميتو اللي كنديرو كتبت لينا العقيق، يعني ما كيخسرش لي مازال لينا الطريقه كيفاش تبتنا الزواقه، واخا كتحرك ولا راه المهم ثابته. كنرجعوا البرا صافي كنرجعوا هذه يعني الحقيقه الثانيه حتى هي راه كاينه فيها هاد العين اللي وريتكم. كنخرجوا البرافات العين اللي عندنا هاد الجهه، كنرجعوا البرا صافي. كنجيو لهاد العين اللي عندنا في الجهه الثانيه، كما قال لكم الخيط خص يكون اللون ديال الثوب باش ما يبينش لينا لقيت تلقيت في هذه ما فيهاش ديك العين الثانيه، خصني نرجع البرف في البلاصه في هاد العين اللي كاينه الفوق، حيت ما فيهاش كما قلت لكم ما فيهاش ديك العين الثانيه. المهم ملي تبغيو تشريو الحقيق خصكم تردوا البال، صراحه انا ما رديتش ليهم البال حتى جيت للدار ملي بغيت انني نخيطهم عاد رد ليهم البال. المهم انا غادي نثبتهم كاملين بنفس الطريقه وغادي نرجع معكم. هنا البنات وصلت لهادي كبيره، الصغيره راه نوريتكم الطريقه. هذه حتى هي بحال كطلعي الابره لتحت، كترجعيها في نفس تقريبا، يعني ما تكونش ديك المسافه كبيره بزاف باش ما يبانش لكم الخيط على برا. بحال هكا
كتكون هنايا شي، كتكون هنايا واحد البلاصه اللي كندورو عليها الخيط. كيكون الخيط مجموع، كندخلو الإبرة لهاد الجهة، كندخلوها تقريبا في نفس البلاصة. كما خليكم ما يكونش الخيط باين بزاف. صافي كندير ليه واحد السريفه اللور ديالتو وصافي. المهم هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى ان يعجبكم. وما تنساوش لايك الفيديو الى عجبكم، والاشتراك اللي مازال ما اشتركش. الى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعه.